السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز ممتازة ممتازة وبطريقة سهلة جدا 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 وفي 5 دقايق. وزي ما انتوا شايفين لونها عامل ازاي وقوامها جميل جدا جدا. وده السهل الممتنع اللي احنا ما بنعملوش الا في الاعياد، بس ان النهارده ان شاء الله هتعمليها على طول. وكمان هتعمليها في روزانات في الفريزر بتاعك، هتشيليها وكل ما تحتاجي تطلعي وتطبخي منها هتبقى سهله معاكي خالص. هنبدأ بسم الله على بركة الله. المقادير بتاعتنا: معايا هنا بصلاية كبيرة، معايا راس توم متوسطة، معايا هنا ربطة من الكزبرة وربطة من الشبت ما يكونوش كبار، معايا هنا البهار: فلفل اسود، قرفة، بهار لحمة، 7 بهارات، ملح، توم باودر على بصل باودر. ومعايا هنا كمان نص كيلو لحمة. هتشوفي بقى نص كيلو اللحمة ده هيطلع معاكي تقريبا كده كيلو ونص من الكفتة. ومعايا هنا كوباية من الرز المطحون، انا بشتريه من عند العطار لان المطحنة عندي مش بتوصل لل... للرز الناعم قوي ده. هجيب بقى كده الكبة بتاعتي، هفرم فيها البصل والخضرة والثوم، هفرمهم مع بعض. الخضرة تكوني مقطعاه عشان تكون سهلة كده في الكبة وتشتغل معاكي على طول. هنزل الثوم، هنزل البصل. شايفة ممتعة جدا وسهلة، مفيش 10 دقايق هيبقى معاكي احلى كفتة رز. واي لحمة عندك بقى، جملي، عجالي، برازيلي، اي نوع لحمة هتطلع معاكي جميلة وعمرها ما هتفك. انا اخدت كده الحاجة وطحنتها زي ما انت شايفة بقت ناعمة. هجيب بقى كده البهار وانزل على الخضرة. يعني الكزبرة مش بتغمق الكفتة زي البقدونس، يعني انا بحب احط كزبرة مع شبت. وهنزل بقى كده باللحمة بتاعتي، ده بالظبط نص كيلو. ودلوقتي هرجع بيهم بقى تاني واطحنهم، وكمان هضيف لهم الرز الناعم. الرز ده بقى ممتاز، ده بيخليها كده فيها حاجات خشنة ولا وبتستوي على طول، يعني هي بتبقى على النار 5 دقايق. وهجيب كده بقى ربع كوباية مية عشان الدنيا تمشي معايا، لان كده الرز بتاعي ده هيمسك اللحمة جامد. فانا عايزاها تبقى لينة كده في ايدي، بحط ربع كوباية المية دي فبتقوم تمشي. هتاخديها بقى في الكبة بتاعتك وتقعدي تلف فيها كده وتساعديها بالمعلقة. يعني تقعدي تشدي الخليط كده بالمعلقة على جنب كده، هتلاقيه عشان بس تمشي معاكي. اول ما تلاقي العجينة كلها اتكومت في مكان واحد في الكبة بتاعتك زي ما انت شايفة كده، شايفة كلها اتكومت في جنب واحد ازاي؟ كده تمام. هيبقى معاكي حتة عجينة ممتازة، لا عمرها تفك ولا عمرها تعجن ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده خالص. انت شفت القوام اهو، هتلاقيها اتلمت كده في الكبة كورة كده حتة واحدة. ادي العجينة بتاعتي اهي ممتازة. هجيب بقى كده صينية واجيب جنب كده معلقتين زيت علشان اقدر اشكل، عشان لو انا شكلتها من غير ما ادهن ايدي مية ولا زيت هتفضل بقى ايه، تلزق في ايدك. شايفة القوام بتاعها ملبن ملبن. هاخد بقى كده واقطع واصبع بقى على قد الصوابع اللي انا عاوزاها، الحجم اللي انت تحبيه. عاوزاها كبيرة، صغيرة، طويلة، رفيعة، زي ما تحبي. زي ما انتوا شايفين انا بحبها صوابع بالمنظر ده. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ وبنص كيلو لحمة، كيلو ونص كفتة. نص كيلو اللحمة بيعمل قد ايه نص كيلو كفتة؟ وكفتة ممتازة، طعم وريحة جميلة جدا، وكمان نظيفة معمولة في البيت. انت ضامنة إيه انت عاملاها ازاي. انا اصلا يعني السبب الرئيسي اللي خلاني اشتري كبة هي ايدي وهي رجلي وهي كل حاجة. إيه ان انا كنت رايحة افرم مرة كفتة الرز ديت، وشفت حاجات كده مش كويسة وبقرف جدا، ما يعني كنت بطلت اعملها زمان. لما جبت بقى الكبة بتاعتي بقيت اعملها على طول واشيلها في الفريزر اطباق كده. واطلعها وقت
الاستخدام، يعني ساعات بصبعها كده واحمرها، ساعات بسلقها، اللي انت تحبي. بس عشان تبقى عارفة ان العجينة دي ممتازة وعمرها ما هتفك منك، وانضف من بره كتير. الماكينات اللي بره اللي هي بتفرم المفارم دي ما بتتغسلش، ما بتتنضفش، قليل جدا جدا لما تلاقي حد اصلا يعني محافظ على حاجته بينظفها. فانت كده كده بتعملي في البيت، حتى لو ما فيش عندك كبة تقدري تعملي الكفتة ديت برضو على ايدك، لان الرز هيساعدك المطحون ده. ادي الصينية بتاعتي اهي، ودي الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، حاجة كده زي الفل. هناخدها بقى كده على النار واحمرها. انا عايزه اعملها في صلصه زي ما تحبي انت بقى، لو انت عاوزه تعمليها قراص وتسلقيها وتحمريها بفيجيتار وبيض براحتك، انت حره. عاوزاها مسلوقه بس برضو براحتك. انا بحبها بصلصه. هاخدها بقى دلوقتي كده وابدا احمرها. حطيت زيت اهوت في الطاسه بتاعتي، وهبدا بقى ارص فيها الكفته كده. على فكره هي هتكش حاجات بسيطه، لان مهما كان اللحمه فيها دهون، والدهون دي بتعمل طعم للكفته حلو قوي. يعني انا لازم افرم معاها دهن، او في ناس بتحب اللية، بس انا ما بحبش اخد الطعم اللي بعيد، فانا حاطه فيها دهن عادي خالص جاي مع اللحمه زي ما انت شايفه. هنحطها بقى كده في شويه زيت حلوين كده نضاف، ونحمرها. شكلها اصلا جميل يعني مريحه نفسيا، كان بحبها قوي. يعني عندي الولاد طول ما هي بتتحمر، احنا عاوزينها محمره يا ماما، احنا عاوزينها محمره يا ماما. نسيبها بقى كده ايه تحمر كده من تحت. اول ما تلاقيها احمرت وبقت وردي قوي، كل ما تحمريها وتحميرها يبقى جميل كده كأنك بتحمري فراخ، كل ما هتبقى جامدة معاكي في التسوية في الصلصة، وعمرها ما تفك. انا بقى هروح اعمل التخديعة بتاعتها. معايا هنا هو 5 طماطميات كده متوسطين، ونص بصلاية، وفصين توم. انا ضرب مش هقلي تاني، لان هي فيها خلاص، هي اتحمرت في زيت. فانا عشان تبقى خفيفه شويه، انا اخدت الطماطم بنص البصلايه ب4 فصوص توم، وحطيتهم في الخلاط كلهم مع بعض وضربتهم جامد، وكانوا ممتازين يعني. وتقدر انت بقى تقلي، يعني لو انا عملتها كده عشان عاوزاها تبقى خفيفه شويه. انت حابه بقى تعملي صلصه بقى وتخديعه حلوه، هتحمري بقى البصلايه المتوسطه مع فصين الثوم، وهتنزلي عليها بالطماطم، وهتسيبيها لحد ما ايه تربط معاكي شويه كده، وتلاقي الطماطميه بتاعتك كده احمرت كده وبقى لونها احمر. لان الكفته دي مش هنسيبها في الصلصه كتير، يعني هي 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق، وما تزوديش عن كده. ليه؟ لان الرز مطحون، فهو هيستوي قوام، واللحمه صغيره برضو هتستوي قوام معاكي. بصي بقى لما هي اتحمرت في فراغ كده، فانا قلت بقى مش هسيب المكان فارغ كده، فحطيت كمان كفته. شايفه لونها بقى عامل ازاي؟ كل ما لونها يبقى معاكي بالشكل ده، كل ما هتبقى تربط في الصلصة، وتبقى جامدة وما تفكش وما تعجنش. ادي الصلصة بتاعتي زي ما انا قلتلك. الكفتة بتاعتي اولا اتحمرت اهيت وبقت جميلة، والصلصة بتاعتي خلاص اتخدعت وبقت حمرا خالص، وما عادش فيها مية كتير. فهي خلاص كده. هنزل بقى بشوية ملح وشوية فلفل اسود ورشة قرفة وشوية بهارات كده، واقلب بالصلصة بتاعتي، واجيب بقى الكفتة وابدأ انزل بقى كده ايه واحدة واحدة كده، بالراحة وعلى مهلك، علشان لو حذفت الكفتة مرة واحدة بقى تقعد تطرطش لك على البوتاجاز وعلى ايدك وهتلسعك. تمام كده الكفتة بتاعتي نزلتها.
هاخدها كده تقليبة بالمعلقة، بحيث ايه، خلاص الصلصة تطولها كلها، وهقوم بقى مغطياها وسايباها لمدة 10 دقايق على نار عالية خالص، ما يجراش حاجة. او نار وسط لو الصلصة خلاص سقلت معاكي شوية. وبعد كده ايه، تعالوا بقى شوفوا القمر شكلها جميل ولا فكت، ولا وبالعكس حجمها تضاعف، يعني ما تبقيش تتخني الصباع، ولا الراس بتاعه الكفته ما تتخنيهاش قوي، لان بصي هي هتبقى معاكي مليانه كده وهتتضاعف. يا رب بقى تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.